السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. جايلكم بقى النهاردة بفيديو جديد، روتين كده مشجع ومحفز للناس المكسلة والناس الحرانة والناس اللي زهقانة من قطع المية والكهرباء والحاجات دي. فانا صحيت بدري النهاردة بقى عشان كان عندي كمية غسيل كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. وكنت محتاجة ان انا اغسل بقى لان مأجلة بقالي كام يوم بصراحة، وكل يوم ما بلحقش الكهرباء قبل ما تقطع. فالنهاردة قلت بقى لا انا لا هي بقى هصحى بدري. فانا صحيت الساعة 10:30 وبدأت بقى في الروتين بتاعي. اول حاجة شغلت الغسالة طبعا، وبدأت بقى ان انا اتعامل كده جنب الغسيل بحيث ان انا اكون خلصت غسيل، اكون خلصت كل اللي ورايا. هنا كنت بصبح عليكم كده الاول، وبعدين هدخل بقى اجيب كمية الغسيل من الاوض بقى. يعني كل اوضة فيها سبت غسيل، فانا هدخل كل الاوض وكل اوضة اطلع منها السبت بتاعها. اول سبت ده اللي كان في اوضة دينا وسلمى، وهو دايما بيبقى اكتر سبت مليان غسيل. تاني سبت ده اللي في الاوضة بتاعتي، واقل ثبت بقى بيكون في غسيل هو الثبت اللي في اوضه محمد. كده طلعت كل كميه الغسيل اللي عندي، وكنت فاتحه الميه على الغساله بقى عشان تتملي، وابدا بقى ان انا اتعامل بقى في اليوم الطويل ده. انا اصلا كنت صاحيه مش شايفه قدامي بصراحه، يعني ما كنتش عايزه اصحى في الميعاد ده، بس اضطراري بقى، يعني مضطر، هنعمل ايه؟ مفيش حل تاني. هنا كنت خلاص بقى شغلت الغسالة وحطيت اول دور كده، وبدأت بقى ان انا اتعامل. انا بغسل في غسالة نص اوتوماتيك. بطلع بقى من الحوضين دي، طبعا كلكم عارفينها. بطلع بقى الغسيل، اشطف بقى تحت الحنفية وارجع احط في الحوض بتاع العصارة، وهكذا لحد ما اخلص. في الوقت بقى اللي الغسالة بتكون بتغسل فيه، بكون انا بعمل اي حاجة تانية، ما بوقفش جنبها يعني عشان انجز بقى في الوقت. خصوصا كمان ان انا عايزه اخلص قبل الكهرباء ما تقطع، لان الكهرباء بتقطع كمان الميه بتقطع، فبيبقى سواد من كله. بشطف وبحط بقى في الحوض بتاع العصاره وهكذا لحد ما اخلص كل الغسيل. وكمان كنت عايزه بقى اغسل الحمام، فقلت بالمره بقى اخلص الغسيل الاول، وبعد كده ادي بقى الحمام ايه شطفه حلوه كده. واعطره بقى بالمعطر، ويبقى كده يعني ايه ضربت عصفورين بحجر. انا عايزه احكي لكم بقى عن ساعاتي كده وانا ببلبط في الميه كده، ويعني بصوا احساس حلو قوي. الجو كان حر بقى، وانا ايه عماله بقى بلبط في الميه واغرق هدومي ميه وكده. يعني ايه مش متحفظه خالص ان هدومي تتبل ميه او لا، عادي، ده انا مبسوطه. عشان كنت باهل نفسي للحر اللي هشوفه بعد ساعتين ولا حاجه عما النور يقطع. هنا حطيت بقى الدور التاني اهو من الغسيل، والعصاره برضو شغاله على اول دور انا غسلته. وربنا يعيننا ويعينكم كده على الفترة اللي فيها قطع الكهرباء دي، عشان والله بجد يعني الموضوع صعب. ما عدناش قادرين نتحمل بقى، بتقطع بالنهار وبتقطع بالليل وبتقطع في عز الحر كده بعد الظهر، فالموضوع رخم يعني. هزود بس كده الغسالة شوية مية، الحوض بقى بتاع الغسيل ده. وبعد كده لميت بقى العبايات السمرة بتاعتي. كان ليا في الغسيل ده كان ليا عبايتين، العبايات السمراء ونقاب وطرحه سمراء ومش عارفه ايه. فالحاجات ديت يعني ايه اغلب الوقت كده ما يعني قليل قوي لو حطيتها في الغساله. انا بغسلهم ببلهم بقى في شويه ميه، لا اما بقى المسحوق بتاع الهدوم السوداء، لا اما الشاور بتاع الاستحمام ده. ما بحطش عليهم مسحوق عشان المسحوق بيبيض كده وبيجير فيهم، انما الشاور بيخلي ريحتهم حلوه، وكمان ما بيجيرش ولا اي حاجه. فهي حاجه من الاتنين يعني. انا بنقعهم كده من اول ما ببدا غسيل زي ما انتم شايفين، بفضل نقعهم لحد اخر حاجه خالص. بعد كده اغسلهم على ايديا شفطه كده سريعه، واحطهم بقى في العصاره يتعصروا خلاص. هنا كانت العصاره بقى خلصت، هطلع بقى منها الدور اللي اتعصر ده. وبعد كده اروح بقى اشوف ورايا ايه في المطبخ عبال ما يكون الدور اللي بيتغسل ده خلص غسيل، لان العصاره خلصت الاول يعني. هنا بقى دخلت على المطبخ. المطبخ ما كانش فيه مواعين ولا حاجه من بالليل، كنت بعمل حسابي بقى ما بسيبش مواعين كتير. واهم حاجه ان انا بملى ازاز الميه من على بيات واحطهم في التلاجة عشان نصحى نلاقي ميه نشرب، لان اغلب الوقت بنصحى بيكون النور قطع اصلا. فما كانش فيه غير بس البوتاجاز عايز يتنضف. فانا هبدا انضفه كده زي ما انتم شايفين. هغسل بقى الحوامل كده، وبعدين اغسل بقى البوتاجاز. عشان بقى انجز بقى، بما اني صاحيه بدري بقى ونشيطه وكده، فعايزه انجز اكتر حاجات يعني ايه اعرف انجزها قبل النور والميه ما يقطعوا زي ما بقول لكم.
وكمان صحيان بدري ده بصراحة يعني بيخلي اليوم في بركة بصراحة يعني. لكن احنا بنضيع نص اليوم نايمين. فانا والله لو اقدر اصحى كل يوم بدري كده اصحى عادي يعني، ده احسن حاجة يعني. لكن انا لو ورايا حاجة زي كده بصحى عادي، ما ورايش حاجة فانا هصحى اعمل ايه. فزي ما انتوا شايفين كده نقلت الحوامل كده على الحوض، وهغسل بقى البوتاجاز كمان، وبعدين هلمعه كده لمعة حلوة واشطفه، وبعدين هرجع عليه الحوامل تاني. هنا خلاص كنت بدأت بقى ألم الصابون كده واشطف، وبعدين بقى اخر حاجة خالص هلمعه بقى تلمعة حلوة كده بالخل عشان البوتاجاز يلمع معايا. هو الاستانلس بتاعه من النوع اللي مش بيلمع قوي، عشان ده استانلس ايطالي، مش الاستانلس اللي بيلمع لمعة اللي هي الزيادة عن اللزوم دي. ده استانلس مط بس برضو يعني ايه، يلمع لمعة بسيطة يعني عشان ميبقاش مغير وكده. وده كان اخره اصلا في التلميع يعني، هو كده باشا يعني. هو كده ده اخره في التلميع. خلاص نشفت بقى الحوامل ونشفت البوتاجاز ولمعته ورجعت كل حاجة عليه تاني. وبما اني برضو صاحيه بدري فقلت اعمل فطار بقى حرش كده، فايه قلت هطلع بقى كيس فول كده من الفريزر. انا ببقى مدمسه يعني فول وشايلاه في الفريزر اكياس كده على قد الوجبه يعني. هطلعه بقى يفك كده عبال ما اكون خلصت غسيل ويكون الولاد صحي، لان انا اللي كنت الوحيده اللي صاحيه في البيت، هما كلهم نايمين. وقلت بقى ادي بقى الارضيه كده كنسه برضو كده، وتلميعه بقى بشويه معطر كده وشويه مسحوق عشان نحس بقى بالنظافه والانجاز. وبرضو لمعت الرخامة كده على السريع برضو عشان تبقى كل حاجة كده في المطبخ نظيفة. انا كان قدامي حوالي ساعتين او 3 كمان عبال ما ادخل احضر فطار، فقلت بقى ايه هيكون المطبخ نشف يعني فعشان كده قلت امسحه دلوقتي. كده كده مش هدخل فيه دلوقتي ولا احضر فطار ولا حاجة، فهيفضل نظيف وهيكون نشف، مش هيغير ولا كده بعد ما ادخل استعمله. بتبقى شوية مية بمسحوق بشوية معطر، وبدأت ان انا ارشهم كده في الارضية وبالشرشوبة بقى. وابدأ بقى ان انا المع بقى الارض. طبعا لازم اكون كنسينها الاول عشان لو في اي حاجة هتبوظ الدنيا يعني. مش هنشر بقى غير في الاخر خالص عشان اكون خلصت كل حاجة، اطلع بقى انشر مع نفسي كده، لان كمية الغسيل كتير، فانا عشان اطلع انشر هاخد وقت. فانا عايزه اخلص كل حاجه قبل ما اطلع البلكونه انشر، بحيث ان لو النور قطع يكون انا مخلصه كل حاجه، ما تكونش في حاجه تانية ما عملتهاش، عشان زي ما بقولكوا كده النور لما بيقطع الميه بتقطع معاه. ودي كميه الغسيل طبعا بعد ما خلصتها كلها، السباتين مليانين على الاخر. طلعتهم كده بره الحمام او هطلعهم كده بره الحمام، وبعدين ابدا بقى اغسل الحمام الاول، واخر حاجه بطلع انشر. هطلعهم بس كده قدام الحمام شويه يعني في الطرقه اللي قدام الحمام، عشان اعرف اتحرك يوسعوا لي المكان شويه. انا كنت اتخضيت كده، كانت الميه ضعيفه، فانا فكرت الميه قطعت، فانا شغلت الموتور لقيت فيه ميه يعني الحمد لله. جبت بقى الفوطه دي وبليتها برضو شويه ميه بمسحوق، وبدات ان انا ادي كده مسحه للغساله او تلميعه كده من بره، علشان برضو ما تبقاش مجيره من الميه اللي وقعت عليها والمسحوق والحاجات دي اثناء الغسيل. كده خلصت، حطيت على الفوطه كده عشان اسيبها تنشف يعني، وبعدين جريتها لورا كده شويه، وهبدا بقى ان انا اكب ميه تحتها علشان امسح يعني تحتها الاول، وبعدين بعد كده اغسل باقي المطبخ. جبت بقى المساحه وبدات اجر الميه كده علشان بقى اخلص تحت الغساله، وبعدين ارجعها مكانها تاني برضو عشان اعرف اتعامل واعرف اتحرك، لان هي كده
زحمالي برضو المكان، يعني مضيقه المكان. هنا الازازه دي بجيب فيها معطر سايب للارضيات وكده، فانا دول كان اخر شويه فيها، فانا فضيتهم بقى اشطف بيهم كده الحمام عشان يبقى ريحته حلوه. وبعدين ما ابقى انزل بقى اجيب غيره يعني، بقى من الازازه تاني كيلو ب10 جنيه بس، بيبقى ريحته حلوه. رجعت بقى الغسالة مكانها، وبدأت ان انا اشطف برضو في الارضية كده، وطبعا مبسوطة بقى وسعيدة كده وانا عمالة ابلبط كده في المية. احنا كنا لسه في الوقت ده، كنا لسه كمان يعني ايه داخلين، يعني الظهر كان لسه مأذنش، كان لسه القرآن شغال. فانا كنت مبسوطة يعني، وحاسة ان انا عملت حاجات كتير، ولسه كمان اهو الظهر مأذنش. انا لما بصحى من النوم بلاقي العصر أذن خلاص. فدي من مميزات الصحيان بدري يا جماعة، اللي يقدر يصحى بدري يصحى، عشان الصحيان البدري ده احسن حاجة في الدنيا والله. كانت حماتي دايما تقول الشغلة البدرية منسية، فيعني تصحي بدري خلاص، اللي وراكي تفضلي فاضية طول النهار. هنا بقى نفس الكلام برضو، كبيت بقى شوية مية بمسحوق، وبدأت برضو ان انا اسحب كده بالمساحة. انا عايزة اقولك انا غسلت الحمام ده غسلة بنت لذينه يعني، وكمان يعني في حاجات غسلتها كمان بره التصوير عشان اعرف بس اتحرك واتعامل كده. ما كنتش فاتحه الكاميرا على طول، كنت كل شويه بفصل وبتعامل انا عشان طبعا اعرف اتحرك يعني. غسلت برضو البانيو وغسلت كل حاجه. وهنا كمان الحوض هديله برضو كده غسله، حطيت برضو شويه مسحوق كده عليه وبالفرشه، وبدات ان انا اغسله واشطفه كده. المية بقى كانت نازلة متلجة، وانا يعني ايه حاسة بانتعاش كده طول ما انا شغالة في المية، حاسة ان انا منتعشة كده، وعمالة اقول ايه الجو النهاردة حلو قوي، مش حر زي كل يوم. بس عايزة اقول لكم بعد ما انا خلصت بقى وقعدت كده، حسيت ان الجو حر عن كل يوم. انا اللي ما كنتش حاسة، بس عشان عمالة ابلبط في المية كده من ساعة ما صحيت. انا حسيت ان الجو حر عن كل يوم بعد ما النور قطع. وكده كنت خلصت بقى وطلعت انشر، خلصت بقى كل حاجة جوه، طلعت بقى انشر وبعد ما انشر بقى هصحي بقى الولاد واجهز لهم فطار. عايزه اقول لكم انا جهزت الفطار حوالي، كنا الساعه كام؟ كنا الساعه 4. كمان بيقولوا لي احنا ما انت مجهزه فطار بدري النهارده، احنا مش عارفين نفطر ولا عارفين، مش عارفين ناكل، مش جاي لنا نفس. بس انا بقى حضرت الفطار في الضلمه، يعني النور كان قطع بقى خلاص. يعني دي اخر حاجه عملتها، ان انا نشرت، وكان لسه الجو كان لسه حلو كده، والنور كان لسه قايد، والميه موجوده وكل حاجه موجوده. ودي كمية الغسيل بقى بعد ما نشرت، شايفين الكمية عاملة ازاي؟ انا بصوا طول البلكونة بقى، بصوا طول البلكونة لحد فين، وكل دي كمية غسيل. هسيب بقى الغسيل بقى يتشمس كده براحته بقى طول النهار، ولا اما بقى اقلبه اخر اليوم اطبقه وادخله جوه، لا اما تاني يوم. وده الفطار اللي انا عملته، قلت اعمل بقى فطار شعبي بما ان يعني صاحيه بدري وكده. بطاطس وفول وطعميه وقته وجبنه وكده، تعالوا بقى افطروا معانا.